السلام عليكم. قصتنا اليوم من ليبيا، من بلد وموطن مثلي الأعلى، عمر المختار. الله يرحمه ويغفر له ويحشرنا معه يوم القيامة يا رب العالمين. شايفين هالقمر؟ شفتوها؟ تعالوا أقول لكم قصتها. من أول ليلة وهي بعمر سنتين، وهي تنسحب من حضن أمها غصب بعد وفاة أمها. ما تدري ليه، ولا تدري أني هذا الحضن آخر أمان تشوفه في حياتها. وأبوها في هذا العمر تم القبض عليه وانسجن وراء القضبان، وكان عمرها سنتين. أمها توفت والطفلة واقفة بين عالمين، ما لها أي ذنب غير أنها انولدت في وقت غلط مع ناس غلط. وفي ذاك اليوم دخلت العمة بيت الجدة، لأن البنت كانت موجودة في بيت جدتها في درنا في ليبيا. دخلت بالكلام الناعم والوعود الكثيرة: بنت أخوي، خلوها معي، أنا ربيها. بنت أخوي هذه بنتي لحم ودم، أنا أرحم فيها، أنا أعلمها وأكبرها، وهالأمور. وانسحبت الطفلة بهدوء، خذت شنطتها صغيرة، وكان قلبها أصغر، عمرها سنتين، وعيونها مليانة خوف. ما يعرف اسمه، شايف الخوف لكن ما تعرف وش معنى الخوف. راحت مع عمتها، وصلت طبرق، وهنا بدت القصة اللي ما تنقال، القصة اللي تصير ورا الأبواب، القصة اللي ما يسمعها إلا الجدران. 8 سنين كاملة، 8 سنين والطفلة تكبر بجسمها، لكن روحها تذبل. 8 سنين وهي تتعلم تسكت، تتعلم تخاف، تتعلم من البكاء ما يجيب إلا الوجع. ما أحد يدري وش يصير إذا انطفى النور، ولا وش يصير إذا ارتفع الصوت، ولا هالمسكينة اليتيمة اللي أبوها مسجون كم مرة نامت وهي تتمنى بس أمنية واحدة: إني أحد يحضنها، أحد يلاطفها، أحد يقول لها كلمة طيبة، أحد يحس فيها وفي أوجاعها. المسكينة كبرت لين وصلت عمر 10 سنوات و6 شهور، عمر المفروض يكون فيه ضحك، لعب، وناسة، مدرسة، أحلام، بنات، رفقات. لكن اللي كان عندها المسيكينة خوف، وجسد نحيل متعود على الضرب، متعود على الإهانة، متعود على كسرة الخاطر، متعود على قولة لا. وروح صغيرة صارت أكبر من عمرها من كثر الألم والقهر اللي قاعدة تشوفه. وجاء يوم الاثنين الموافق 29 من شهر 12 في عام 2025، يعني قبل يومين، يوم ما كان فيه أي إنذار. هذا اليوم اللي كان فيه صرخة وصلت للسماء، لحظة غضب، أداة ثقيلة، العمة عديمة الرحمة وزوجها عديم الإنسانية، كلمة هني كلمة هناك. البنت ولا ضربوها ضربة ما حسبوا حسابها، الضربة كانت موجعة. العمة ما حسبت حساب إن اللي قدامها طفلة، إن اللي قدامها بنت بريئة. خليك من هذا كله، اللي قدامها بنت أخوكي، لحمك ودمك اللي قلتي عنها، اللي تربيها وتخافي عليها. المسكينة البنت الجسد الصغير النحيل ما تحمل الضربة، القلب الضعيف توقف، والروح طلعت بهدوء كأنها تقول: أنا تعبت من عمتي وزوجها والحياة والواقع المرير اللي أنا قاعد أعيش فيه. تعبت وذهقت، ما أحد حس فيني، لا صديقة ولا مدرسة ولا أي شيء. والبنت صارت تفرفط، عارف اللي روحها تطلع. كان المفروض ضربة خطأ انهم ينقذونها، يودونها لاقرب مستوصف، اقرب مستشفى، ياخذونها مكان للعلاج، يلحقوا عليها على دكتور، بدل ما يصرخون حتى في الجيران ويقولون الحقونا، الحقوا علينا، البنت بتموت منه. لكن هذول النية كانت شينة من البداية. اول شيء جاب بالهم قرروا يهربون. العمة الدنية وزوجها الردي حملوا الطفلة كأنها كيس، ما ودي اقول كلمة خايسة على البنت، الله يرحمها ويغفر لها، كأنها ولا شيء. على طول وقفوا تاكسي وقالوا له ودنا على درنا في ليبيا، مو علشان يعالجوا البنت أو يسعفوها أو يلحقوا عليها، كان همهم يدفنون الجريمة بعيد عن المدينة اللي هم عايشين فيها، علشان ما يصير يعني شوشرة وكلام الناس: وين البنت؟ وين راحت؟ لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الحق يظهر، سخر له ناس ما يعرفون القصة، ما يعرفون السالفة، ويكونون سبب في كشف المسطور. بعد ما ركبوا سائق التاكسي شيء في قلبه ما ارتاح، ما تطمن. كل شوي وهو سايق والمسافة بعيدة شوي ينظر للطفلة، البنت ساكتة وساكنة زيادة عن اللزوم، وصار يركز في ملامحها ووجهها، وجهها شاحب مسفر،
قال لهم وش في هذه البنت؟ قالت لا ما فيها شيء، نبي نوديها عند جدتها، ورايحين عند جدتها، هي تعبانه شوي. قال شوف دام انها تعبانه انا من رايي نوديها المستشفى. قالوا لا بس انت وصلنا درنا وخلصنا يا اخوي، وحس فيهم بتوتر. قال لا بنروح على اقرب مستشفى وبناخذ البنت. قال لا، قال اقول بنروح ولا اسلمكم لاقرب نقطه تفتيش، انا شاك وحاسس ان في شيء غلط، بنروح لاقرب مستشفى. وبالفعل طلع بيهم على اقرب مستشفى. قال نروح لمستشفى اسمها بالخاثر، كانت قريبه منهم. قال نروح نطمن على البنت، وانتم ليش خايفين؟ مو هذه بنتكم؟ قالوا بلى بنتنا. قال طيب. السواق قلبها ما تطمن، وبالفعل السواق دخل على المستشفى وشال البنت، وهناك انكشفت الحقيقة. حطوها على السرير ولا الطبيب ناظر فيهم وسكت. ثم قال انتم تقربونها؟ قالت انا عمتها وهذا زوج عمتها وترى هذا سايق تاكسي. قال ترى الطفلة متوفاة من ساعات، ميتة لها ساعات. مو بس كذا، آثار تعذيب واضحة على جسد البنت. الطبيب قال لهم ترى هذه البنت بعد ماخذة ضربة أدت للوفاة، ضربة في قلبها أدت للوفاة. العمة نزلت، السايق نزل، زوج العمة هرب. طبعا الطبيب بلغ النقطة الأمنية الموجودة في المستشفى، قالوا تعالوا في قضية يعني. ولا تيجي الشرطة تقبض على السائق، تقبض على العمة، وزوج العمة هرب. هرب كأن الذنب ما يلحقه، كأنه خلاص دام انه هرب ما يلحقه حتى ذنب. تم القبض عليه بعدها بتهمة التستر، وبقيت الطفلة مسجاة على سرير بارد في المستشفى. لا أم تحتضنها ولا أب يحميها ولا أحد يسمع صوتها اللي سكت للأبد. طفلة بلا أم، أب مسجون من سنين، وعمة كانت المفروض تكون أمانها، تكون أمها وأبوها. صارت هذه العمة هي اللي قاتلتها. لكن البنت ما راحت للعدم، راحت لرب أرحم من البشر، لرحمة ما فيها ضرب ولا قسوة ولا خوف. إن شاء الله راحت للجنة بلا حساب بلا عقاب، وبقى لنا إحنا الغضب والقهر عليها وعلى حالها. وبقى لنا الدعاء أيضا إن إحنا ندعي لها الله يرحمها ويغفر لها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. دام إنك ما راح تعيشينها حياة كريمة، ليش تاخذيها؟ ليش تحملي وذرها؟ ليش تروحي وتقول دي بنت أخوي ولحمي ودمي؟ كنت تركتيها عند جدتها، ليش؟ والله العظيم اللي عنده خدامة تخدم له في البيت يخاف عليه، يخاف على خاطره، يعامل الله فيه، يعامله بما يرضي الله، ولا يكسر له خاطر. لكن اللي صار، وهذه قصة حقيقية ومؤلمة من مدينة طبرق، تهز القلب والضمير. عسى أكون نطقتها صح، طبرق، طبرق كذا يعني، طبرق أظن. فهذه القصة عن طفلة عاشت سنوات من الصمت والعذاب حتى انتهت حياتها بوحشية، للأسف على يد أقرب الناس لها. قصة عن الظلم، عن الخذلان، وعدالة الله اللي ما تنام. في نهاية الفيديو لا تنسوا الدعاء لهذه الطفلة بالرحمة والمغفرة، وإن شاء الله تكون في جنات النعيم.